شنو اللي وقع بالضبط في ربع نهائي كأس إفريقيا 2025 بالمغرب؟ علاش الكاف خرجات ببلاغ رسمي وفتحات تحقيقات؟ ماتشات كبيرة، توتر وسلوكيات وصفات بالغير مقبولة. اليوم غادي نحكيو التفاصيل كاملة، شكون المعني وشنو قالت الكاف، واش العقوبات ممكن تغير المسار ديال البطولة. خليكم معنا للنهاية ومرحبا بكم في صحافة المقهى. يلا نبداو. الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اللي معروفة بالكاف اعلنت على فتح تحقيق رسمي بخصوص الأحداث اللي وقعت في مباريتين ديال ربع النهائي كأس إفريقيا للأمم 2025. هذا التحقيق كيهم الماتشات المغرب ضد الكاميرون والجزائر ضد نيجيريا بعد السلوكيات وصفتها الكاف بالغير المقبولة. وحسب البلاغ الرسمي الكاف جمعت التقارير ديال الحكام وحتى المراقبين ديال المباريات وزادت عليهم الأدلة المصورة كتشير لوقائع ممكن تكون فيها خروقات لقوانين المسابقات الإفريقية. هاد الوقائع على حد التعبير ديال الكاف صدرات من بعض اللاعبين أو المسؤولين وما كتماشاش مع الروح الرياضية ولا القوانين المعتمدة. الكاف أكدت أنها حولت هاد الملفات كاملة للجنة التأديبية ديالها، وهاد اللجنة هي اللي عندها الصلاحية باش تحقق وباش تقرر. اللجنة غادي تدرج جميع المعطيات وغتسمع للأطراف المعنية، ومن بعد تصدر القرارات اللي ممكن تكون غرامات مالية وإيقافات ولا عقوبات أخرى إلا تثبتت التجاوزات. الهيئة الكروية الإفريقية شددت باللي ما غاديش تسهل مع أي تصرف كيضر بالصورة الكرة الإفريقية أو كيخل بالنظام الانضباط داخل الملاعب، وأكدت أن القوانين غادي تطبق على الجميع بلا استثناء، حيت اللاعب النظيف واحترام المنافس باقي خط أحمر في المنافسات القارية. قرار الكاف خلق نقاش كبير وسط الجماهير خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي، بين اللي كيشوف تحقيق خطوة ضرورية لفرض الانضباط وبين اللي كيشوف باللي كاين تهويل لبعض الأحداث، وفي المقابل كاين اللي طالبوا بالتريث وانتظار قرارات اللجنة التأديبية وما يكونش الحكم قبل ما تسالي التحقيقات. دابا الكل كيتسنى شنو غادي تقرر اللجنة التأديبية ديال الكاف، فالرسالة واضحة: أي تجاوز غادي يكون عنده ثمن، واحترام القوانين ضروري باش تبقى الكرة الإفريقية في المستوى اللي كيتسناو منها الجماهير. الأيام الجاية غادي تكون حاسمة وتقدر تأثر على مسار ديال البطولة وحتى المنتخبات المعنية. ما تنساش تعطينا الرأي ديالك في التعليق. دوزو بخير.